موسم الغلابه، موسم الناس المجتهده، مش الشخص اللي بيحب ان هو يرفض ان هو يقعد في بيته ويقول خلاص كبرت. عارف ان معظمكم اللي بيتابعوني بيحبوا ميسي. ميسي حاجه تانية، ميسي موهبه ربانيه، ميسي كوره عنده فن. بس النهارده لازم نقول كلمه الحق ونقول الحق بشكل كامل. كريستيانو رونالدو النهارده الراجل ده يكلم الكوره بالعافيه، بالتمرين، بالاصرار، بان هو بيجري، بيروح الجيم، بيجي على نفسه برغم سنه، بينام بدري، بياكل مظبوط. اي حد قاعد معاه بيقول كل الكلام دوت في رونالدو. تمرين، تخيل كده انت حاطط ماكينه طياره في عربيه عاديه، العربيه مش مصممه تطير، بس الماكينه دي بتخليها تعمل حاجات مش قدها. فرونالدو جسم بيكبر، رجلين بتتعب، عمر بيزيد، بس عنده اراده وتمرين واجتهاد بيخلوه انه المفروض ما يعملش اللي بيعمله ده في السن اللي هو فيه 41 سنه او 42 سنه وبيحسم الدوري. فانا بقول يحترم، يحترم جدا. بفضل ميسي. بقول هو حصل النهارده الجوله الاخيره في دوري روشن، النصر كان قدام ضمك اللي بيصارع الهبوط 83 نقطه النصر، الهلال وراه بنقطتين، بيلعب في ملعب تاني، لو النصر كسب خلاص بطل وضمك مهدد بالهبوط. يعني الاثنين بيلعبوا على حياتهم. في الشوط الاول ماني في الدقيقه 26 بيسجل 1-0، هدف مهم هدى الاعصاب شويه. الشوط الثاني كومان في الدقيقه 52 وتمريره من الخيبري، كومان بيودعها في الشبكه. ضمك مش مستسلم، الدقيقه 58 في بنالتي يجي لضمك ويقلصوا الفارق بال2-1. الملعب كله توتر والهلال في الملعب الثاني كاسب، ولو ضمك عدل النتيجه تعادل الدوري طار من النصر. والرعب بدأ في اللعيبه وفي الجماهير. وهنا بقى قرر المجتهد في الدقيقه 63 رونالدو وبيستلم وبيحط الكوره في الشبكه من فاول، وكان يعتبر هدف بدايه قتل ضمك، يكون ضمك يهبط تقريبا. فرونالدو المجتهد مش بيكتفي بس، وفي الدقيقه 81 يسجل رونالدو الهدف الثاني له والرابع للنصر. وبعدها رونالدو بدأ يعيط. وبصراحة كده أنا فهمت ليه عيط. 4 مواسم وهو بيحاول، و4 مواسم كلنا يعني بنضحك في حاجات بيعملها، بيحاول يا عيني. لكن النهاردة والناس بتقول خلص وبقى عجوز، أثبت إن هو لسه عنده إصرار وعنده عزيمة. الهدف رقم 99 و100 في الدوري السعودي، تقييمه 8.8 الأعلى في الملعب. أخيرا احنا عملنا فيديو من كام يوم وقلنا إن هو كان أقل واحد في الملعب كذا ماتش، ولكن النهارده هو الأعلى في الملعب لأنه سجل ثنائيه في ماتش الحسم. جيسوس طلع في دقيقه 87 والجمهور كله واقف يسقف له. مشهد يخليك تحترم الشخص ده، هو من اساطير كره القدم محدش ينكر خالص. وحتى لو انت بتحب ميسي وحتى لو انت شايف ان ميسي احسن، لازم تحترم حد بيجتهد في السن ده وبيحقق اللي هو حققه رونالدو. وانا بقولها لكم بصراحه، كان نفسي كريستيانو ان هو يكسب دوري لانه بصراحه كان مجتهد.